عملت الكفتة دي وتعبت فيها جدا، وانا اصريت ان انا اوريها لكم قبل ما احطها في الفريزر عشان تشوفوا هي عجبتكم ولا لا. ايه رأيكم فيها؟ دي كفتة رز يا جماعة من التراث المصري. طبعا دي من ضمن فروزن رمضان، بتتعمل صوابع او بتتعمل كور زي ما انتم شايفين كده، او ساعات بتتعمل مبططة مدورة كده شوية صغيرة. الصوابع دي بتبقى سادة، لكن دي الكور ممكن تبقى سادة وممكن تتحشي كمان لحمة مفرومة معصجة، بتبقى حلوة جدا. وهي اصلا معمولة من اللحمة ومن الرز المطحون، بس اللحمة بتبقى اكتر من الرز طبعا. وبتستوي في صوص وبتبقى طبعا العجينة بيبقى فيها بصل وتوم وخضرة مشكلة وحاجات من دي وبهارات وكلام من ده. انا عامله لكم على فكرة الفيديو ده قبل كده في القناة عندي، كنت عاملاها برضو زي الايام دي نفس الطريقة، بس انا قلت بلاش انزل الطريقة كل شوية عشان ما تتضايقوش، انزل لكم بقى ايه التفريزات على طول. ايه رأيكم فيها؟ دي بتستوي بقى زي ما قلت لكم في صوص الطماطم، بتبقى حلوه جدا جدا، وبتحط لها بقى حته قرفه خشب وبتاع ده قرن فلفل اخضر مع شويه فلفل اسود وشويه بهارات يعني انتوا عارفينها، بتطعم الاكل جدا وبتتاكل مع رز بشعريه، بتبقى حلوه قوي قوي قوي، وبيبقى صنف خفيف ولذيذ جدا في رمضان. قولوا بقى عندكم اسمها ايه او شبهها ايه. على فكره طبعا انا بشكر كل متابعيني، لان اليوتيوب طبعا بينزل لي المتابعين بتوعي منين اكتر ناس، فطبعا اكتر ناس طبعا من بلدي الحبيبة مصر، ربنا يخليها لي ويحفظها من كل شر يا رب. وكمان رقم 2 السعودية والامارات والجزائر. اتمنى بقى ان كل الدول العربية وكل اخواتي في كل الدنيا يتابعوني ويقولوا لي ايه رأيكم في الاكلة الجميلة دي كفتة الرز. اكيد في مصريين كتير بيحبوها، واكيد في مصريين مغتربين بيحبوها برضو وبيعملوها بنفس الطريقة. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم يا رب. ومستنياكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويقول لي ايه رأيه في الكفتة دي، وعندكم في بلادكم اسمها ايه. وكمان تقولوا لي كل سنة وانتم طيبة بمناسبة رمضان وقدوم رمضان المبارك ان شاء الله. يلا، على فكرة انا سهرانة والله بعملها دلوقتي، يعني خلصتها، فتلاقوني متلخبطة كده مرتبكة وتعبانة. الايام دي طبعا كلنا بنعمل فروزن، كل سنة وانتم طيبين، فكلنا مرهقين وتعبانين جدا. فشجعونا بس كده باي كومنت، باي اشتراك، باي كلمة حلوة، واشكركم جدا جدا. يلا باي باي. هتشوفوا بقى على الطبيعة اهيت على قرب، والله جميلة جدا، والصوابع والكور كلها مقاس واحد، لان انا بوزن كل صوبع وكل كرة بوزنهم عشان كله يبقى سوا واحد ويبقى كله شكل واحد. يلا، اتمنى انها تعجبكم وتشجعوني بقى. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يبلغنا رمضان كلنا على خير يا رب بإذن الله. يلا، مع السلامة، باي باي.